على طريقة شيكابالا الموسم الماضي. صدق أو لا تصدق، إعلام الزمالك بيقلل من حجم نجم الزمالك، بل معشوق جماهير الزمالك اللي تخلى عن أكبر عرض تاريخي في تاريخ نادي الزمالك، بل في تاريخ الكرة المصرية، بسبب شيكابالا والتصرف الأرعن على حساب كرامة نادي الزمالك عبد الله السعيد وشيكابالا وغضب أحمد سيد زيزو. لك أن تتخيل أحمد سيد زيزو اللي ترك كم من ملايين الدولارات حبا في الزمالك، النهارده بيقولوا عادي نجيب واحد غيره. أحمد سيد زيزو رافض رفضا قاطعا أن تدار إشارة الكابتنة بالمحبة والعاطفة. كرة القدم يا سادة دائما وأبدا تعطي يعني الأقدمية والمجتهد. عبد الله السعيد اللي لعب في الأهلي وفي الإسماعيلي وفي بيراميدز، الزمالك بيحتفل بيه احتفال من وجهة نظري حاجة يعني بالونة منفوخة على الفاضي، بتفرقع في الآخر يا إما في غرفة الملابس يا إما خارج غرفة الملابس. وده اللي حصل، ده اللي حصل. أحمد سيد زيزو بيلوح بالرحيل، فما كان على إعلام الزمالك وجمهوره إلا إنهم يقولوا عادي هنجيب واحد غيره، اللي يغور يغور، يعني هنجيب واحد على طول. تخيل. وبعيبوا على النادي الأهلي ويقول لك النادي الأهلي بيباع أبنائه. لك الله يا أحمد سيد زيزو، عايزين يعطي إشارة الكابتن عبد الله السعيد اللي ما كملش ساعتين على بعض، اللي ما لعبش ماتش في الزمالك، الذي لم يقدم للزمالك شوط واحد على الأقل. ده الفرق بين النادي الأهلي وده الفرق بين نادي الزمالك. عشان كده الأهلي في حتة تانية. هنا نطلع من أحمد سيد زيزو ونروح على النادي الأهلي وأزمة حراس المرمى، ويعني كولر وصراخ كولر: أريد حارسا على الأقل للمحليات. إصابة الشناوي عاملة أزمة كبيرة في النادي الأهلي، ولكن كلنا ثقة في مصطفى شوبير. بسام في تعقيدات في إتمام الصفقة، وكأن الأهلي يعني لما بيروح يجيب لاعب من أي فرقة هيبني لهم مدينة سياحية يعني. وبيعيبوا على النادي الأهلي لما بيروح يجيب من إسماعيلي لاعب بطريقه مشروعه ويديهم فلوسهم عشان ينموا ويطوروا في الفرقه وقطاع الناشئين، يقول لك الاهلي خاطف النجوم. بسام نفسه يجي النادي الاهلي، بسام ما عندوش مانع انه يجي النادي الاهلي، ولكن محمد بيه ابو العينين رئيس نادي السيراميكا كليوباترا عايز معرفش 3 لعيبه وكم مليون، فالنادي الاهلي رافض رفض القاطع، لان كلها باذن الله تعالى 6 شهور والشناوي راجع مع مصطفى شوبير مع حمزه علاء الدنيا هتظبط. يا جماعة الخير، النادي الأهلي دائما وأبدا بينظر لمصلحة الكرة المصرية على وجه العموم. يعني الأهلي لم ولن يتعمد إضعاف الفرق من أجل تفوقه. النادي الأهلي حريص على أن يغني أندية الدوري المصري بجزء من أموال النادي الأهلي مقابل خدمات. فأنت لو عايز كان بقى، مش عايز خلاص. فما نسمعش رغبة بقى رضا عبد العال واسلام صادق بقى والخناقة بتاعت طول الليل والكلام ده كله من اجل اضعاف النادي الاهلي في فتره بيتم فيها تلميع نادي الزمالك. ديانج مش ماشي، ديانج مش ماشي، بقولها تاني اهو. اما عن فيتوريا فخلاص اخد عقده الكامل، والمفاضله حاليا ما بين حسام حسن رينارد، وان شاء الله نتمنى الصالح العام لمنتخبنا الوطني، ونتمنى اتحاد الكوره يتم تطهيره، لان كده ما ينفعش. كده احنا بنمر بظروف لا تليق بالكرة المصرية. تعلموا النظام من النادي الاهلي. كده خلصت اخبارنا، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.